تقولي ايه للست اللي بتقولك ما بعرفش اقول حاضر؟ ما بعرفش، انا اه. إيه الموضوع ده يعني بيتعبني بينرفزني. ممكن هو اقول له ان شاء اه الله، طيب ربنا يسهل، لكن حاضر دي انا ما اعرفش، بيني وبينها حواجز كتير. هي على فكرة أنا بعرف أقول إيه وهو بيقوله إزاي، هي مم. اللعبة جاية من الاتنين. يعني في راجل بيقول لها هو هتعملي ده عشان هو ده وهو كده، وأنا مش عايز جدال. فبالتالي طبيعي جدا أنا مش هحس نفسي إن أنا يعني أنا مش في سوق العبيد بقى يعني. ايوه، فأنت اه، تقول إيه، اه. أنت تقول إيه وأنت تردي تقولي إيه. ففكرة إن هي كلمة حاضر بتريح ده على فكرة مقولة صحيحة جدا. وبعد كده ناقشي. ولكن الراجل لما بيسمع 90% منهم لما انت بيحس منك باللين بيبدا يبقى عنده استعداد يتناقش. انا خارجه النهارده، لا مفيش خروج، مفيش حاجه اسمها كده. فهي انت تقولي له طيب ماشي مش هنزل، طب بس انت اسبابك ايه، طب ايه اللي حصل، طب انت حابب يعني رافض الفكره تبداي تناقشي. بس في البدايه اديله اوردر ان تمام، لان احنا لو هنرجعها للشرع وهو من حقه يقول لك ما تنزليش، اه من حقه يقول لك ما تنزليش. بس هو انا داخله علاقه بان هي قال وقلنا هو احنا في محكمه؟ لا. ولكن لما بنرجع الامور لنصابها الصحيح بنروح ونستريح. هو لما يقول لي ما تنزليش تمام على راسي مفيش مشكله. لما حتى يعني دي حتى ضربت بيها امثله زمان وايام الصحابه ان هي طب ابوها طب تروح طب ما تروحش. فهل الفكره في الشرع ان الزوج يقول ما تنزليش؟ تمام، لان انا مسؤوله منه. ما هو انا هو انا عايشه في كنف هذا الزوج وهذا الرجل. بس الدنيا ما بتجيش بالشد والجذب. فهو لما يقول لك لا ما تنزليش انت بتسمعي. انت برضو لما تيجي تقولي الاوامر احنا مش عند بعض بنسبة مين فينا اللي بيمشي كلامه على التاني. الدنيا مم. مش كده خالص. فهي انا هو قال ايه وانا رديت قلت ايه. فرجاله اه. كتير بتبقى نفسها تسمع كلمه حاضر، يعني بيتحقق لها هي في كينونتها كده يا جماعه، تركيبتها جايه كده. فهو لما انت تريحيه بالاستجابه ثم بعد مم. ذلك ياتي النقاش وانت تاخدي الامر بصدر رحب، مش مم. مطلعين نماذج مستكينه ولا حاجه، بالعكس. لا يعني هي فكره ان هو يشاركك وفكره ان يحترمك وده لازم يتحقق. والراجل تمام. لما يقص في مم. هذه الامور لا نتكلم فيها. انما هي المداخل. ففكره ان الراجل مدخله معدته عند البعض ده مهم، ولكن لا نستثني الجوانب الاخرى بالظبط، ونشوف هي بتبقى ولازم هي تبقى عارفة هي ايه اولوياته زي ما حضرتك شرحتي في الاول. طيب ايوه خليني بالظبط. نتكلم عن قاعدة مهمة جدا.